اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل معاكم بوظة. هنجيب حلة ونحط فيها كيلو دقيق، تمام كده. وبعدين هنكون مجهزين مية تكون بتغلي، شفشق مية يكون بيغلي. وبعدين احنا كده حطينا الدقيق اهوت. هنبدأ نحط المية اللي بتغلي ديت بالتدريج على الدقيق ونقلب كده بالراحة واحدة واحدة. تمام، نخلي بالنا يا جماعة لأن المية ديت بتكون بتغلي. قلبنا معاكم كده لحد ما نيجي نبص نلاقي ايه، الدقيق ده اختفى خالص وبقى عبارة عن عجينة، بس عجينة مش مية مش سايلة، عجينة متماسكة زي ما هوريكم دلوقتي في الايه في الفيديو. بعد ما تبدأ تتجمع عجينة متماسكة كده زي ما انتم شايفين معايا، هنسيبها لحد ما تبرد خالص العجينة ديت. تمام. هنا هنا كده يا جماعة جبنا مية من الحنفية عادية وبدأنا ننزل على العجين بتاعنا ونقلبه بالتدريج شوية بشوية لحد ما الكتل بتاعة العجين دي تبدأ تتفكك معانا وتتعمل بقى تبقى معانا سائل. تمام. وبعدين هنقول لكم هنعمل ايه. المية دي بتبقى مية باردة خالص يا جماعة، مية من الحنفية عادية خالص، باردة خالص ما فيهاش اي مشكلة. هي بتاخد شوية وقت يا جماعة بس والله طعمها جميل جدا، وعلى الأقل لما نشرب منها نكون عارفين هي جاية منين واحنا اللي عاملينها بإيدينا، ما فيهاش أي مشكلة. بعد كده أول العجين ما بدأ يتفكك معايا نبدأ نفككه بشوية، وهناخده بقى زي ما انتوا شايفين كده معايا في الخلاط شوية بشوية كده، نضربهم في قلب الخلاط ونصفيهم. وبعدين هقول لكم هنعمل فيها ايه. كده بدأنا نصفي اهوت السائل اللي احنا بنحطه، هي تقيلة، هي تقيلة معانا. بعد كده بإيدينا بقى يا جماعة نكون مجهزين معانا بقى كيسين فانيليا، نص معلقة بيكنج باودر، معانا السكر ده على حسب الرغبة زي ما انت عايزة تحط سكر كتير، عايزة تحط سكر قليل براحتك خالص. اللي معانا كمان معلقة كبيرة خميرة، تمام كده، اللي هي الخميرة الفورية. وبعدين الريحة اللي انت عايزة تحط ماء ورد، عايزة تحط ماء زهر، عايزة تحط رائحة الموز، اللي انت عايزاه اي ريحة او اي طعم انت عايزاه، مفيش فيه اي ادنى مشكلة خالص. بنحط منه معلقة برضو تكون ايه كبيرة. بعد كده نبدأ نقلب كده بالراحة ونحاول لو في اي كتل ولا اي حاجة نعملها كده بايدينا. تمام كده، ونقلبها تكون كويس. وبعدين هنسيب الحاجة دي تخمر لمدة ساعة أو ساعة ونص مثلا، عشان احنا في الشتاء ممكن تقعد لها ساعتين. تمام كده. وبعدين زي ما انتوا شايفين حتى كمان انا يمكن كنت بدوقها اهوت عشان اشوف هي كويسة ولا عدبة ولا مالها. وبعدين بنسيبها بقى لما لحد ما تخمر، احنا كده بوريها لكم كمان قبل ما تخمر وكده. بعد ما خمرت ممكن نحط عليها بقى شوكولاتة او نحط عليها جوز هند او نحط عليها اي حاجة زي ما انتوا عايزين. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم.